شوف الفيديو ده واستنى احكي لك الحكايه. طبعا كلنا نعرف ان الجزائر الدولة اللي مصدعة راسنا بالمقاومة والمقاومة، هم اكثر شيء سووه انه يكتب تعليق على تيك توك مثلا او تعليق على فيسبوك، اكثر من ذلك ما سووه. وكلنا نعرف ولا يخفى على احد ان حتى الطائرات الاسدية الاسرائيلية كانت تتزود بالكيروسين من الجزائر، والغاز الجزائري يروح لفرنسا واسرائيل، كل هالشيء هذا ولسه يتبجحون ويتواقحون بهجة المقاومة. على كل حال، مبروك عليكم الخير اللي راح تجيب لكم يا إيران، مثل الخير اللي جابته قبلكم لسوريا والعراق واليمن. يعني إذا كان 60% من الشعب الجزائري تحت خط الفقر والجوع، قريبا راح يصير 100%. وإذا كانت الجزائر معزولة 50% دوليا، قريبا راح تصير 100% معزولة دوليا. يعني الجوع والأوضاع الاقتصادية والبهدلة راح تزود أكثر.